انا بقى هتكلم بصفتي واحد من ابناء مهنة التمريض في مصر. كلنا شفنا طبعا البوست اللي كتبه الدكتور المخضرم المحترم ده. طبعا ده لا يمثل مهنة الطب بشيء، وانا في حياتي اتعاملت مع دكاترة تتشال على الراس، ومع احترامي الكامل للدكاترة طبعا، بس ده يعني ما بيمثلش، لان الدكاترة اصلا معانا، يعني معانا احنا كتمريض يعني. فهو اساء بطريقة ما، مش عايزين نشهره اكتر ما هو اتشهر يعني، وكده كده ان شاء الله باذن الله ياخد جزاؤه. بس اللي انا حابب اقوله ان العلاقه ما بين التمريض والدكتور هتفضل علاقه قايمه على الاحترام المتبادل، اللي احنا كلنا تيم واحد، كلنا بيبقى هدفنا هدف واحد، وهي خدمه المريض في احسن وقت، احسن وجه ممكن. وانا عامل الفيديو ده بقى مخصوص والله العظيم عشان برضو كان اتعرضت لمواقف كتير، وكنت ساعات بحس ان انا لوحدي. بس الحمد لله الواحد ما كانش بيسكت يعني. بس ساعات فعلا حسيت في مواقف ان انا ما فيش حد في ظهرنا. انا بتكلم ممرض مصري، ما فيش حد في ظهرنا. فدي كانت حاجه بتزعل ان الناس دايما بتبص لمهنه التمريض ان هي مش احسن حاجه مثلا، او بيعامل مهنه التمريض اللي هو ان دوره مش مهم في المجتمع. مهنة التمريض من أهم المهن في المجتمع. يعني المجتمع بدون ممرض مش هنلاقي حد يعالجه حرفيا. طبعا الممرض والدكتور، بس أنا بتكلم كمهنة الممرض ذات نفسها حرفيا. أقسم بالله يعني أنت كفاية بس الثواب اللي أنت بتبقى رايح الشفت ورايح تشتغل مع حالة. يعني اهل الحاله دولت ما يعرفوش انت بتعمل ايه، ولا بتعالج مثلا والدهم. انا والدي حاليا في العنايه، وانا قاعد هنا في الامارات حاليا مطمن ان في تمريض محترم بيراعي والدي، وانا موجود هنا وشغال. في تمريض محترم وفي دكتور محترم بيسهر مع والدي، وانا موجود هنا وشغال. فدي مهنه التمريض في مصر، مع ان انا شغال بره مصر. فدور الممرض محدش يقدر يقلل منه، يعني محدش مهما كان، ولا مهما ايا كان مين هو، محدش يقدر يقلل منه. والفترة اللي جاية يعني بدأ يظهر الشباب، وبدأ ياخدوا مناصب كبيرة جدا، وفي أمثال كبيرة جدا وناجحة عالميا، مش بس في مصر. ناس مصريين ومعروفين بالأسامي، يعني ربنا يزيدهم علم. فيعني أتمنى من نقابة التمريض، وزارة الصحة، السلطات المختصة، انها تحافظ على قيمة الممرض، وما ما تخلوش يحس في يوم ان هو قليل في المجتمع، لان هو يعني مقامه فعلا والله العظيم من اوائل المهن في مصر وعالميا. تعالوا شوفوا كده الممرض هنا، مش هنتكلم حوار ماديا، عشان ماديا يعني هنا شهر الممرض يعني بسنة تقريبا في مصر، فمش هنتكلم حتة ماديا. بس انا هتكلم حتة الممرض هنا، اقسم بالله حاجة تانية خالص، حاجة لا تتخيلها. فاتمنى في يوم من الايام ان احنا نوصل للدرجة دي في مصر، ان احنا نراعي مهنة التمريض ونكبرها ونزيدها علم. يعني نزيدها علم ونحسسهم فعلا ان الشباب اللي طالعة دي ليهم حد، يعني وليهم حد يجيب لهم حقهم. ما نغليش عليهم الرسوم يعني. انا مش عايز اتكلم كتير يعني، عشان بس ايه، ما بحبش المشاكل عامة مع حد. بس انا بتكلم نحافظ على ابناء المهنة، عشان لو محافظناش عليهم مش هنلاقي حد يعالج اهالينا، ومش هنلاقي حد في المستشفيات. انا بتكلم كده على تمريض، على دكتور، على فن اشاعة، فن تخدير، على معمل، على فن المعمل سوري، ودكتور المعامل. انا بتكلم على مجال الطب كامل. يعني لازم نحافظ عليهم، نظبط الرواتب بتاعتهم، يبقى ليهم صوت، ليهم حق، ليهم حد ينفذ لهم طلباتهم، عشان يحسوا بقيمتهم في المجتمع. لان فعلا المهنة دي مش متقدرة في مصر. بس في ناس كده بدأوا يخلوا مهنة التمريض فعلا يحسسوا الناس ان ليهم صوت، و... وان هم بيقفوا معاهم وبيساندوهم، وان هم فعلا
يحسوا ان في حد ورا منهم. فاتمنى ان كلامي ده يوصل للناس ويوصل للمسؤولين ويوصل للمختصين، وحافظوا على ابناء مهنة التمريض، عشان بعد كده مش هتلاقوا حد يخدم اهالينا. شكرا.